الكلب بالغلط خبط ازازه كولا ووقعت جوه الحله. في لحظه الحله مليت دخان تقيل. الراجل لما شاف الشوربه اللي كان بيطبخها بحرص باظت اتصدم، لكن الكلب كان فرحان وبيهز ديله بفخر. الراجل ملحقش حتى يزعق، اخد معلقه من الشوربه وجربها واتصدم انها طلع طعمها لذيذ جدا. بعد كده كل الناس جربوها واتبهروا هم كمان من طعم الشوربه بالكولا. ولما الكلب شاف تعبير الرضا على وشوشهم بدأ ينط من الفرحه. بعد فتره قصيره المطعم الصغير بقى مشهور جدا بسبب الشوربه المميزه دي. لكن في يوم تاجر كلاب عدى قدام المطعم ووقعت عينه على الكلب، ولما صاحب المطعم خد باله كان الكلب خلاص اتاخد. حاولوا يجروا ورا عربيه تاجر الكلاب بس ملحقوش. في اللحظه الحرجه دي ست ظهرت في الوقت المناسب وبدأت تطارد العربيه على سكوتر كهرباء. كانت بتزعق له لكن تاجر الكلاب طنشها وزود السرعه عشان يهرب. في الاخر الست وقفت قدام عربيته على طول والاتنين خبطوا في بعض ووقعوا على الارض. تاجر الكلاب الغضبان قام وحاول يضربها لكنها ضربته بوكس واحد وقعته في ثانيه. ولما فتحت القفص الراجل هددها. في اللحظه دي ولد جه فجأة وركله وقع الشرير على الارض وانقذ الكلب. وفي الاخر البوليس مسك تاجر الكلاب.